بس في العرض الخاص يخلص ونبتدي كمان الحفلات تشتغل النهارده، يهمني جدا اعرف راي الجمهور. اللي حمسني للتجربه هو الفكره بتاعت الفيلم. مجرد ما فادي جه اتكلم معايا فيها ان هو وسويلم عندهم الفكره دي يعني. حتى انا كنت بحضر مشروع تاني من كتر ما الفكره دي عجبتني، وقفت المشروع التاني واشتغلت على اكس على طول، واخدنا يمكن سنه اعتقد معايا طول الفتره وسنيني السكريبت، واخدنا وقت براحتنا في التنفيذ عشان نقدر نعمل فيلم يقدر ينافس بقوه ان شاء الله. فيها مني في الحقيقه اكيد فيها يعني، بس طبعا هي شخصيه يعني بتبقى فكره ان انت في حد بشكل يعني بس بشكل فردي لا يعني. ممكن انا بحب طريقه لبسه وبحب طريقته في الكلام، بس لا مختلف عني شويه. الفيلم ده تنفيذيا صعب جدا، حتى لو يبدو ان هو فيلم يعني احنا كنا مهتمين برودكشن فاليو تطلع يعني يبقى فيه برودكشن فاليو، يبقى الفيلم شكله غالي جدا، لان دايما الناس في الافلام الكوميدي بيبقى ايه يقول لك الفيلم بيضحك، لكن الحقيقه ودي تحصل من الحاج احمد صبحي الصراحه. فيلم لوكيشنز كتير جدا، منوره سفر كتير قوي في الفيلم، فبشكره جدا. اهتم بكل التفاصيل. الفيلم طلع سواء من احمد الصبحي او احمد عبد الوهاب المخرج او كل الناس اللي اشتغلت فيه، سام الناس اللي اشتغلت على سكريبت عبد الوهاب وامجد ومنى اماني بولسي، كل دول بشكرهم لان كل تفاصيل الفيلم دي كانت صعبه جدا. لوكيشنز منوره انت فاهمه يعني ايه 50 60 لوكيشن في فيلم، كلهم مفيش حاجه اتشالت من السكريبت، كله اتصور. تعبنا جدا في السفريه واشتغلنا كتير جدا، لكن في الاخر بامانه من اول حاج احمد الصبحي لحد اقل حد صور الكلام ده قبل ما الفيلم ينزل، بس ربنا كتب لنا ان شاء الله نجاح كبير هيكون التقييم. ولا حاجه اللي موجود في الفيلم والله، ولا اي حاجه موجوده في الفيلم، ان شاء الله اللي موجود جوه الفيلم اكتر. سيزون مش انا اللي بقول يعني، كل الناس بتقول ما تكررش من 20 سنه مثلا سيزون بالقوه دي. الافلام كلها قويه جدا، ان شاء الله كلنا نشتغل كويس وكلنا نعمل افلام كويسه في صالحنا كلنا يعني. بس انا بني ادم اصلا ما بفهمش عن حاجه ثانيه، مفيش حاجه بتبقى عادي يعني والله انت تمام، ادينا دايما طول الوقت لا بنجرب وبنمشي في مصلحه يعني. بس انا متعود طول الوقت لو ما طلعش عليا ساعه في اليوم عايز اشوف الناس اللي ما صحيتش كده، بس تمام ده وارد، وانا دي شغلانتي ودي درجتي، انت كل يوم بيطلع منه كلام